رسالتي لكل لاعب ببجي من الآخر كلام كبير من قلبي لك. أنت تعلمت كيف تلوت وكيف تذبح وكيف تفوز، مريت بمراحل كثيرة فهمت فيها اللعبة، بديت منها نوب، بعدها تعلمت بنفسك ولا تابعت شروحات باليوتيوب، واليوم ما شاء الله تبيك وحركات ودوج وهيب فاير ما عرفتك يا وحش. سؤال، هل وصلت أو تحس إنك محترف؟ صدقني إذا تسوي الأشياء اللي بقولها لك بعد شوي فأنت بوادي والاحتراف بوادي. شوف نفسك أنت تنزل مكان بعيد ولا مكان فيه زحمة، ركز زين باللي بقول لك. عزيزي اللاعب، قبل تنزل كلاسيك أبيك تحلل المستودع ومكان التدريب، درب نفسك على القتال القريب، ضبط حساسيتك. ترى اللعبة لها 4 قواعد أساسية هي تحكم على احترافك. أولا البنج، ثانيا جهاز قوي وحديث، ثالثا حساسية السكوبات والجيرسكوب. لا تقول لي ما ألعب جيرسكوب، لازم تتعلم يا حبيبي. روح اليوتيوب اكتب شرح جيرسكوب، فيه مئات المقاطع شروحات قدر تعبهم يا أخي. صدقني هذه لو تضبطها بدون أول قاعدة وثاني قاعدة بتصير بطل لين تضبط وضعك بالبنج والجهاز. رابعا هو التكتيك والتحرك، وله 3 أقسام، قريب متوسط وبعيد، ولكل مسافة مهارة معينة. المهم بعد ما تدرب يا وحش وتتعلم من لعب الناس ابدأ انزل كلاسيك، استعرض، صور، نزل، هايط بلقطاتك، اصنع يومك يا أخي. في شيء انتبه تسويه، لا تعض الكفر. إذا حد قال لك كمبوري بعد ما تذبحه أو يذبحك ترى يا أخي صدق إهانة. إذا أحد بش عليك يا أخي خوفه، لا تخاف منه، دمجه على الأقل يا رجل، ما نبيك تذبحه يا أخي. اللي كمبرون وربي أنت اللي حلال يجي لك هاك مفعل له رادار يفضي مخزن بكيزي بخوذتك يا أخي. تخيل تخلص فايت ذابح ولا مذبوح، حلو، يقولون إنك هاك يعني كذا من قوتك، ولا يقولون كان بيشيلنا والله. يا أخي أقل الظن يقولوا لعيب. يا أخي هالشيء يعزز ثقتك بنفسك كلاعب، والجيم اللي بعده بتاكلهم أكل. لا تنزل تكمبر، خلاص تعبنا يا ولد عشان تقييم. التقييم بيضيع مهارتك يا ذكي، حتى لو إنك لاعب قديم. صدقني الغازي خلق للي يبش يثبت نفسه، ما هو للي يكمبر. طيب جبت لك إطار، طيب تعال ورني لعبك، ها ما تصور؟ طبعا وش يسوي بمقطع 30 دقيقة وانت ذابح لك 2؟ صدقني حتى الفوز إذا ما تبش وما انت معرض تطيح نوك فينش ما له طعم الفوز. دخلت مع تيم وماتوا التيم، بقيت أنت لحالك، ثم رحت وكمبرت ببيت، ولا تبطحت بالحشيش، كلهم بيطلعوا، ولا بيقولوا فجر نفسك. كافي تبقى طايح من عينه. اركب سيارة، عشق سلاحك، قوي قلبك، تراها لعبة وسهلة، وبش وشوف التعزيز من تيمك. شوف كيف بتطلع الوحش اللي داخلك وكيف يتغير جو الجيم وتتذكره دايم. اعرف متى تفنش ومتى لا. فنش إذا أنت والله في بطولة، الفنش عليه نقاط. لا تفنش إذا باش على سكواد ومعك سكوادك، فنشت بيتفنش واحد من تيمك وخليك راضي بهذا الشيء. فنش إذا تلعب سولو سكواد عادي، لا تفنش شخص أصدقاء ضحوا عشان يساعدوه، عطه فرصة واحدة عشاني. فنش اللي يفنش صديقك، اطلب رفيقك بقوتك يا أخي. فنش الإسرائيليين حتى لو معك بالتيم. أهم من هذا كله فنش البنات اللي يلعبون مع شباب، وصدقني أنت كذا ختمت ببجي وأنت قاعد تستمتع فيها.